مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بآخر حلقة من سنة 2010 لاستوديو بيروت. إن شاء الله سنة 2011 تكون حاملة كلها خير لمشاهدين قناة العربية والعالم العربي. باستوديو بيروت الليلة، لماذا اغتيل غاندي السحمراني؟ وهل هي عملية تصفية للقيادات السلفية؟ أمن المخيمات هل يضبط مع الأجهزة الأمنية اللبنانية أم هو جرح ينزف في خاصرة الدولة؟ إذن كما لاحظتوا هي حلقة تتحدث عن أمن المخيمات، لأنه اغتيال الحقيقة القائد يمكن الأخير في جند الشام السحمراني فتح ملف أمن المخيمات الفلسطينية في لبنان. لنقاش هالمواضيع بيستقبل سماحة الشيخ علي يوسف عضو رابطة علماء فلسطين، السيد محمود عبد الحميد عيسى المعروف باللينو، أنا ما بعرف حقيقة إلا اللينو، قائد الكفاح المسلح بمخيم عين الحلوة، وعبر اللينك من مكاتبنا في بيروت الكاتب والصحفي حازم الأمين في جريدة الحياة، واللي صدر له حديثا كتاب عن السلفيين واسمه السلفي اليتيم. مساء الخير للجميع. قبل ما نبدأ حديثنا بنشوف هالجرافيك عن الحركات الأصولية في المخيمات الفلسطينية. أبرز زعماء تنظيم جند الشام الذين قضوا: غاندي سعيد السحمراني، لبناني من مواليد عكار عام 1964، لقبوه أبو رامز الطرابلسي، من المسؤولين العسكريين في جند الشام، مطلوب من السلطات اللبنانية بموجب مذكرات توقيف عدة بتهم الإرهاب والقتل وتهريب وحيازة الأسلحة والمتفجرات. وجد مقتولا بعد عمليات تعذيب فجر السبت 25 من ديسمبر 2010. شحادة جوهر، فلسطيني من مجموعة جند الشام الإسلامية، توفي في 20 من يوليو عام 2008 في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة اشتباك مع حركة فتح. أبرز الصدامات بين فتح وجند الشام: وقعت اشتباكات بين جند الشام وحركة فتح في مخيم عين الحلوة في 23 من آذار مارس عام 2008، أدت إلى مصرع عنصرين من جند الشام. قتل شخصان بالرصاص في 19 من تموز يوليو، هما عبد جوالي عضو جماعة جند الشام ووليد سلوم العضو باللجنة الأمنية المكلفة بحل الخلافات بين الفصائل الفلسطينية بالمخيم إثر اشتباكات هناك. وقد أصيب قائد تنظيم جند الشام شحادة جوهر وتوفي لاحقا متأثرا بجراحه. قتل ناشطان إسلاميان وأحد قادة حركة فتح في اشتباكات عنيفة اندلعت في 15 من أيلول سبتمبر عام 2008 في مخيم عين الحلوة الفلسطيني بجنوب لبنان بين حركة فتح وعناصر مجموعة جند الشام. سماحة الشيخ، حقيقة أنه يمكن اغتيال غاندي السحمراني هو فتح الأبواب لنقول ماذا هناك في المخيمات. هلا اللي معروفين كانوا من الحركات الأصولية عصبة الأنصار، جند الشام، وفتح الإسلام. هل برأيك، وأنت موجود معنا واستقبلناك قبل وقت كان في طبعا موضوع نهر البارد وفتح الإسلام والجيش، كنت تقوم بوساطة مع فتح الإسلام، هل برأيك هل حركات الأصولية لها علاقة بالقاعدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للحركات الأصولية الموجودة في مخيمات لبنان أو موجودة في لبنان ككل، أنا لا أريد أن أتكلم كلام من تلقاء نفسي، حقيقة في كلام للواء ريفي يتكلم فيه ويقول بشكل واضح وصريح، وهذا موجود في وسائل الإعلام، بأن الحركات الإسلامية الموجودة في لبنان ليست حركات مرتبطة بالقاعدة. لا يوجد أي إشارات أو أي دلالات على أنها ترتبط بالقاعدة. وعندما كنا نصول ونجول مع هذه الحركات في عدة لقاءات، تبين لنا بالشكل القطعي بأن هذه الحركات ليس لها أي علاقة بالقاعدة. فلا يوجد قاعدة في مخيماتنا ولا يوجد قاعدة حتى في لبنان. يعني أن نقول أن القاعدة موجودة في هذا البلد هذا ليس صحيحا أبدا، والمتتبع لهذا يجد بشكل واضح، ناهيك عن مسألة مهمة جدا، بأن هذه الحركات لم تدعي بأنها تتبع القاعدة. وعندما تكلمنا معه هي تكلمت وفي بياناتها يعني قالت نحن لسنا من القاعدة وليس لنا أي علاقة بالقاعدة. عملوا مجالس عزة لأبو مصعب الزرقاوي
صحراوي. هذا ليس معناه أنهم ينتمون للقاعدة، هذا ليس معناه بأنهم ينتمون لهذه الجهة. إذا بتسمح لي نسأل الأستاذ حازم الأمين اللي يمكن اختصاصه صار السلفيين، فينا نرجع حازم بكل هالتيارات هاي، وخاصة أنه غندي السحمراني هو لبناني وليس فلسطيني والتجأ إلى عين الحلوة، نعود إلى أحداث الضنية بسنة 2000. هل هالشباب اللي اتهموا وقتها بأنه هن مخيمات لتيارات أصولية وربما تابعين لشيء أكبر وهو القاعدة، فينا نرجع لهالأحداث سنة 2000 وتفسير هالأحداث وماذا يعني ما هو مصير هؤلاء الشبان؟ يعني أنا أميل بل يعني أكثر من أنه أميل لرأي الشيخ علي لجهة مش عدم وجود تنظيم قاعدة في لبنان. أكيد تنظيم القاعدة هو فكرة، وبالتالي هذه الفكرة أكيد موجودة، إنما عدم وجود شبكات قاعدية بلبنان أنا أميل لهذا الأمر. بالإضافة لشغلة جزال يعني قايلها أكثر من مرة أو مكررة، أنه إلى الآن ولا هناك لم ينفذ عمل أمني واحد تبناه تنظيم القاعدة في لبنان. هذا ما بيعني أنه خطر هالتنظيم أو هالنوع من المجموعات مش موجود. بدءا من أحداث الضمنية اللي هي افتتح عهد الجماعات السلفية الجهادية فيها، كان هناك أبو عائشة اللي هو جاي من أفغانستان، أمضى سنوات بأفغانستان وأجا إلى لبنان وعمل معسكر له بجرود الضمنية وأعلن الإمارة من هونيك. هذا فعل قد يذكرنا بأفعال مشابهة قام بها تنظيم القاعدة في أماكن أخرى من العالم. إنما برأيي أنا أنه القاعدة ما أخذت قرار بالعمل في لبنان. ربما كان لبنان بالنسبة لها مكان للتجنيد وللعبور وللترانزيت وللتحويلات المالية، إنما ما بظن أنه هناك قرار في العمل في لبنان. ألقي القبض على مجموعات كانت موجودة، منها مجموعة 13 اللي هي أقرب صحيح. مجموعة لتنظيم القاعدة في لبنان، اللي منها هو غندي السحمراني. هذه المجموعة كانت لا اللي تسمى بمجموعة 13 اللي يلقي القبض عليها بالنص الثاني يعني من العقد الماضي، وهذه لم تكن تعمل في لبنان، كانت يعني موجودة بلبنان بغرض التجنيد إلى العراق، ولا يبدو أن هناك أن لها أهداف في لبنان. كان من بين ناس لبنانيين 3 أشقاء لبنانيين من شبعة، ولكن ما بين أنه عنده أهداف واضحة بلبنان. صحيح. اللي كانوا عم يشتغلوا تجميع مصاري للذهاب إلى العراق. نعم، ولكن سنة 2007 بيعطي الشيخ أبو شريف اللي هو زعيم عصبة الأنصار بيعطي حديث لقناة العربية وبيقول أنه هناك علاقة بين عصبة الأنصار وتنظيم القاعدة. بس أنا ليش قلت لك غندي السحمراني هو من ال 13؟ أنت قلت لي لا، ولينو عمل لي هيك بعيونه أنه لا. رح نشوف ريبورتاج لتلفزيون يو تي في عن هيدا الموضوع. اسم غاندي وتنظيم جند الشام ورد أكثر من مرة في التحقيقات مع مجموعة 13، كما ورد اسمه في التحقيق باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وورد في قاموس المحكمة الدولية. وكانت للزميلة كرمة خياط مقابلة أجرتها معه في إطار تحقيق حينها عن مجموعة 13. لهذا سبحان الله قررت انه حل جند الشام. وجدت مره صحفيه حلينا لجند الشام، حلينا العوده، حلينا العوده، يعني مش انه حليناه، يعني حليناه انتهينا منه، يعني نقطع حيله هو اصلا، يعني قبل ما يكمل طريقه نقطع حيله. إذن هيدي مقابلة للزميلة في النيو تي في عن غندي السحمراني. طبعا وضعوا نقطتين بيقولوا انه هو من مجموعة 13 اللي حكي عنها حازم الأمين، وأيضا اسمه ورد في التحقيق الدولي باغتيال الرئيس رفيق الحريري. شو معلوماتك لينو عن الموضوع؟ يعني بداية تصحيح للمقدمة اللي تفضلت فيها، أنا قائد الكفاح المسلح في لبنان، مش فقط في عين الحلوة. أنا بعتذر لأنه صغرنا. نعم. كل فلسطين في عين الحلوة. نعم، والاهتمام عين الحلوة. نعم. موضوع غادي السحمراني، أنا ببداية الأستاذ حازم أنا بأيد أنه في فكرة موجودة، ما في تنظيم قاعدي أو هيكلي. نعم.
تنظيم أو ارتباط المجموعات المسمى من عصبة النور لجند الشام لفتح الإسلام، ارتباط ما في دلائل هناك أكيدة أو معطيات أكيدة إنه لهن علاقة بتنظيم القاعدة. موضوع غاندي السحمراني أنا بأكد إنه بداية ما لمع أو بين غاندي كان بالتوحيد الإسلامي، حركة التوحيد الإسلامي، إجا مع سمير الحسن، مجموعات سمير الحسن إجوا من طرابلس قبل أحداث الضنية إجوا يعني هو ما اشترك بأحداث الضنية، بأحداث الضنية ما كان موجود. أنا بأكد هذا كان توحيد كان موجود بمنطقة الهمشري. إحنا بنعرف هو بعض المجموعات من حركة التوحيد الإسلامي، صار في خلاف، صار في انشقاق، صار في اغتيالات بهذا التنظيم وتفكك. حقيقة بعد ما تفكك هذا التنظيم عندنا بمنطقتنا بمنطقة الهمشري، لجأ غاندي إلى عصبة النور. حقيقة لجأ إلى عصبة النور إلى عين حلوة وبلش يطور وضعه انتقل فيما بعد ما أمير عصبة النور قتل وتفكفكت هاي العصبة، انتقل إلى جند الشام وحاولوا يشكلوا هذا التنظيم اللي حكى عنه غاندي انقطع حيله قبل ما يقلع. ليش قال هيك؟ رغم انه هو وقت اغتيل يعني اللي ظهر بالصحف انه هو قائد من جند الشام، وهو عم بيقول يعني هو نعي هذا التيار فيه، هو من الكوادر الأساسيين كان بجند الشام بناء هذا التنظيم، وكانوا عاملين نظام داخلي وبلشوا بعمليات هون وهناك، كانوا متابعين من قبلنا. حقيقة لحظة بلحظة وساعة بساعة كنا نتابع فيهن بالأسماء. قاموا بأعمال حقيقة كانت بدائرة الشبهات. بدأنا معهم. شو يعني دائرة الشبهات؟ دائرة الشبهات كيف يعني؟ اللي بيجي بفجر بين حلو بفجر محل تحت مسمى محل فليبر أو محل للألعاب أو محل يعني أو وقاموا بعمليات اغتيال. أنا يعني حقيقة وملموسة هاي وعنا مدونة إنه هاي العمليات اللي قاموا فيها وكانت تستهدف اللي هي كانت سياسية حقيقة، بس كانت ماخذة غطاء يعني إسلامي. اغتيال سياسي لحركة فتح بالتحديد. بس نحن بدنا نقول انه غاندي هو لبناني وليس فلسطيني. حقيقة المستهدفين بالفترة هذيك طبعا احنا قلبنا الصفحة عليها، بس ولكن بالفترة اللي مرينا فيها كان المستهدف حركة فتح. حركة فتح ليه؟ لأنها الحركة طريعة بالشعب الفلسطيني، هي الضمانة حقيقة، هي الضمان. مش لدولة إقليمية ما يعني كان عندهم أجندة لدول إقليمية معينة. قناعتي بتقول ما في هناك مجموعة بتتشكل عندها إمكانيات وعندها سلاح وما في جهة وراها. حقيقة على كل حال هذا اللي بيقولوا ما في شيء بيجي هيك. هلا رح نسمع مقابله في جهات تستهدف امن مخيماتنا هي اللي بتدعم هاي المجموعات. في مقابله هلا رح نسمعها قامت فيها زميلتنا ريما صالحه ببرنامج صناعه الموت على قناه العربيه مع شحاده جوهر اللي ايضا اغتيل. المقابله سنه 2007. بس سؤالي هو هل مزبوط انه كان مطلوب في التحقيق الدولي غاندي السحمراني لمعلوماتك؟ أنا شفت التقرير، ما عندي أي معطيات ومعلومات ما في معطيات بالموضوع أبدا. أنا شفت الشيخ عندك معطيات معينة؟ لا أبدا. إذا بتسمحوا خلينا نشوف مقابلة ريما مع شحادة جوهر. من متى متهم؟ احنا كل الإخوة في العصبة يعني وبقية الحركات الإسلامية يعني كل القضايا بتاعتنا مش أمنية، هي قضايا سياسية من الحكم السوري. الله مع سوريا، الله لا يوفقنا. كل مشاكلنا احنا كل هاي امور وراها السوريين. يعني كلها كانت تهم سياسيه مش امنيه. يعني يثبتوا علي قضيه واحده والله يعطينا العافيه، من كل القضايا اللي نتهمين يثبتوا علي واحده بس. يعني انت بريء من كل التهم المنسوبه؟ عادي بريء، ليش مش بريء يعني؟ ما قتلت حدا؟ بلا، ليش بدي اكذب عليك؟ بس يجيبوا لي اللي قتلته انا وانت قتلته. طبعا بيقول جيبوا لي اللي قتلته انا، بس انا مش بالاغتيالات اللي طالبينهم. طبعا شحاده جوهر مات متاثرا بجروحه بعد اشتباكات صارت بينهم وبين حركه فتح. سؤالي سماحه الشيخ، ليش هالمخيمات هي ملجأ لكل المطلوبين من الدوله اللبنانيه او حتى من دول اخرى؟ طبعا هذا كلام ليس دقيقا كما يقال، لأن المخيم ملجأ. المخيم ليس ملجأ. يعني الآن أنتم ذكرتوا كثير من المعلومات هي معلومات ليست دقيقة. يعني شحادة جوهر ليس مسؤول جند الشام.
الغاندي نفسه ليس مسؤول جند الشام. مسؤول جند الشام أطلقت كما قال هو، انحلت مباشرة، أطلقت وكانوا حاطين أمير عليهم حسب البيان أبو يوسف شرقي، وأبو يوسف شرقي مباشرة تنصل من جند الشام وطلع بيان ليس له علاقة، وانتهى جند الشام عبارة عن أفراد قلائل لا يعدون أكثر من أصابع اليد الواحدة. عم تحكي عن شحادة جوهر وغاندي السحمراني؟ أفراد ليس لا يعني نريد أن نكبر الموضوع بأن المخيم ملجأ وأن المخيم فيه، لا هذا ليس صحيحا. ولا يوجد في المخيم، لا يوجد في مخيم عين حلوة أحد من خارج المخيم. هذا الغاندي أنا بطلب منك الآن، بطلب من كل وسائل الإعلام، من كل المطلعين يقولوا لي مين في بالمخيم بعين حلوة أسماء ليسوا من مخيم عين حلوة. مين موجود؟ نحن موجودون. هاي الأخ هو مسؤول الكفاح المسلح. مين موجود من خارج المخيم إن كان سعودي أو يمني أو أي جنسيات؟ يقال هذا كلام إعلام، هذه فقاقيع، هذه أمور ليست صحيحة، عارية عن الصحة. يأتون بالأسماء إن كانوا صادقين فعلا. هذا غاندي في ظروف معينة أتى قبل قضية الضمنية مثل ما قال لك، ودخل إلى مخيم عين الحلوة وعاش طبيعي، وصار في إشكاليات بينه وبين حركة فتح، إشكاليات معينة. لماذا قتل غاندي السحمراني؟ هنا السؤال الكبير، من المستفيد من قتل غاندي السحمراني؟ هنا يجب أن نتساءل. صحيح التحقيقات ما زالت إلى الآن مستمرة، وهناك تحقيقات حقيقية عند الدولة اللبنانية وداخل المخيم. الكل يحاول أن يعرف لماذا قتل غاندي السحمراني. هناك كثير من الكلام الذي قيل، ولكن أنا شخصيا مقتنع بأن هذا الكلام كله يحاول أن يعمي عن الحقيقة. ليس صحيحا بأن غاندي السحمراني قتل بأشياء شخصية أشيعت في المخيم وغير المخيم. أمور أخلاقية هذا ليس صحيحا، هذا محاولة تشويه الحقيقة. وليس صحيحا أن هناك مشكلة في داخل المخيم عين الحلوة. أنا لا أدري من هي الأصابع التي تدخلت لهذا الفعل بهذا الوقت بالتحديد، وماذا تريد هذه الأصابع التي دائما سمعت الشيخ عم تسأل الأسئلة أنا لا أدري ليش انقتل وليش هلا انقتل. في عندك جواب؟ لو بعرف ليش انقتل أنا عندك فكرة؟ عندك يعني اتهام ما؟ هلا صرنا عصر الاتهامات. لا ليس هناك ثم اتهام لأي جهة في داخل المخيم عين الحلوة. قد تكون أمور من خارج نطاق المخيم، يعني خارج نطاق، يعني خطف من المخيم، قتل هذا سيناريو وارد. قد يكون خطف من المخيم عين الحلوة وقتل من أجل بلبلة الوضع داخل المخيم عين الحلوة. لا، أنا لا أستطيع أن أقول إلا أصابع مرتبطة بالعدو الصهيوني. يعني ليس هناك ثم مستفيد في مخيم عين الحلوة. أولا ليش قتل بهالطريقة؟ نعم يعني بهالطريقة يعني البشعة والتعذيب وخنق وإلى آخره. بداية يعني أنا أبادل الشيخ علي الرأي بموضوع الإعلام اللي هو ضخم موضوع جند الشام، وأخيرا موضوع عبد الرحمن عوض حقيقة فتح الإسلام. وطلعت أنا الإعلام وقلنا لهم التقارير حقيقة اللي عم تنكتب عن عين الحلوة غير دقيقة، وتأكدوا من مصادركم بنقل الخبر، يعني يكون في دقة حقيقة، لأنه اللي عم بنكتب كان غير صحيح كله. وطلعت أنا على وسائل الإعلام ووضحت الأمر هذه. يعني الشيخ عم بيقول إنه كل شيء قلنا غلط، بس نحن عم نفرجيك الصحف والتقارير التلفزيونية هي اللي عم بتقول هالشيء. ذكرت في معلومات ليست دقيقة، مش كل شيء غلط، في معلومات صحيحة. فتح الإسلام حقيقة ضخموا كثير. أنا ما بدي وجند الشام أنا سألتك عن غاندي السحمراني، ليش انقتل بهالطريقة؟ ومين برأيك قتله؟ نعم. وليش بهيدا التوقيت؟ حقيقة احنا في عنا لجنة تحقيق عم بتتابع موضوع مقتل. هاي جريمة احنا بنتعاطى معها كجريمة مثل اي جريمة بتصير باي منطقة تانية. حقيقة طريقة الخنق وطريقة القتل بتدل من الوهلة الاولى على انه بالدائرة اللي كان فيها هو، يعني وين كان هو متواري على الانظار من فترة طويلة، بيقولوا من يومين اختفى، وهو متابع وملاحق من الكل. لا ما كانش موجود بعين الحلوة، أنا بأكد لك بعين الحلوة ما كان موجود. كان ما يسمى حي الطوارئ. حي الطوارئ في معلومات وانذكرت اللي هو من ضمن المخيم عين حي الطوارئ. صحيح. نعم. هذا الحكي بس بتدل كل الدلائل بتدل على إنه الدائرة الضيقة جدا جدا بغاندي. طريقة التربيط والقتل والخنق حقيقة ما في إطلاق نار، ما في اغتيال، ما في عملية اغتيال، دليل على إنه في سر بهذا اللبس. احنا مطلوب مننا نفكه. الدائرة عم بتضيق، عندنا معلومات مش ضروري نحكيها، يمكن ما تطلع مزبوطة، يمكن ما تطلع صحيحة، لازم نقطعها مزبوط حتى نتوصل للحقيقة.
وبس نتوصل الحقيقه رح نعلنها، مش رح نخبي شيء، يعني ما تعودنا نخبي شيء. اذا سمحت الشيخ بيقول هو برايه مش من عين الحلوه اللي قتلت غاندي السحمراني، انت عم بتقول من ممكن يكون شيء من حلقه ضيقه. رح تسمحوا لي نتوقف مع الاعلان واسمع بعدين راي حازم الامين بالموضوع. نعود إلى برنامج استوديو بيروت مع ضيوفنا الكرام الشيخ علي يوسف لينو والصحافي حازم الأمين. حازم، سمعت اللي قالوه الشيخ ولينو عن موضوع غاندي السحمراني، هل أنت عندك نظرية أخرى عن لماذا قتل غاندي السحمراني أولا بهذه الطريقة ولماذا الآن؟ يعني ما عندي جواب لماذا بالضبط، ولكن ممكن أن أدرج هالاغتيال بسياق، ولكن قبل ذلك يعني عندي شوية تحفظ على ما قالوه صديقي الشيخ علي وما قالوا كمان صديقي اللينو. والمرتبط يعني هناك ميل لدى أصدقائنا الفلسطينيين في المخيمات لتحميل الإعلام مسؤولية تضخيم وقائع موجودة بالمخيم. يعني هناك تنظيم اسمه جند الشام، وهو تنظيم يعني موجود في منطقة الطوارئ، وهذا التنظيم في عناصر وفي وجوه وفي له مواصفات طويلة عريضة ولم يخترع من قبل الإعلام. أنا برأيي المخيمات الفلسطينية في لبنان عموما موجودة، وهي جزء من المشهد اللبناني، وإمكانية توظيف المخيمات في الانقسام اللبناني وفي مصالح الجماعات اللبنانية والإقليمية قائمة. وأنا برأيي أيضا ما في مناعة فلسطينية تحول دون هالإمكانية للتوظيف. يعني كلنا بنتذكر كيف اجوا جماعة فتح الإسلام اللي هن مئات المسلحين وأقاموا في مخيم البداوي بالأول بمخيم البرج، وانتقلوا إلى البداوي، ثم أقاموا في البارد معسكراتهم. وتقديري أنا المكان الوحيد اللي ما رحب فيهم كان مخيم البرج، والدليل خرجوا منه بضغوط من اللجان والشعبية. إنما في البداوي وفي البارد لم نلاحظ يعني وجود مقاومة بين هلالين لهذا الوجود الغريب. مئات مسلحين قدموا إلى هذا المخيم وأقاموا في معسكرات فتح الانتفاضة، وكنا في حين نتناقش مع اللجان الشعبية في المخيم وهم يعني يقولون أنه هودي من خارج نسيج المخيم. يا أخي كيف فاتوا؟ وأنا برأيي فتح تحديدا معنية أكثر من غيرها بهذا السؤال، لأنه فتح هي التنظيم الأكبر وهي الممثل الرسمي المفترض للفلسطينيين في لبنان، معنية بسؤال وجود غرباء في مخيم عين الحلوة. هذا الأمر الذي تأكد عبر أحدهم اللي قتل قدام، يقال أنه سعودي، قتل قدام حاجز الجيش اللبناني في المخيم. هناك أسماء، هناك غاندي السحمراني وغيره من اللبنانيين الذين هربوا من لبنان، من مناطق في لبنان، ولجأوا إلى هذا المخيم. فتح معنية بحماية المخيم من احتمالات التوظيف اللبناني حقيقة بالأزمات اللبنانية. طبعا أنا لمست في السنتين الأخيرتين وجود يعني رغبة فلسطينية بتجنيب المخيم، الدخول على خط الانقسام اللبناني، ولكن يعني السؤال ما زال موجود عن المعلومات حول وجود مجموعات، وهذه المجموعات الحقيقة مش من اختراع الإعلام. قلنا أنه في تنظيمات موجودة، يعني في عبد الرحمن عوض اللي أعلن أمير فتح الإسلام بعد ما طردت فتح الإسلام من البارد. هناك مجموعة جند الشام، وهناك كلام أيضا عن عرب من جنسيات أخرى موجودين في المخيم، وهذا الكلام لم يصدر فقط عن أجهزة أمنية غربية أو لبنانية، إنما كمان تم تشييك هذه الأخبار من قبل مصادر في المخيم. بدنا نسمع لينو، إنه لينو مش بعيد عنها. حازم خلينا نسمع لينو ماذا يرد. نعم بالتالي نعم تفضل. حقيقة اللي تفضل فيه وبالتالي يعني المطلوب من فتح تحصين المخيم عبر
منع احتمالات الاستثمار. وجميع الأطراف اللبنانية، جميع أطراف الانقسام اللبناني من 8 آذار ل 14 آذار ليس لديها مانع من التضحية بالمخيم كما حصل في نهر البارد. هذه المجموعات اللي وصلت على نهر البارد وصلت بتسهيل من مجموعات لبنانية، الجميع يعرف هذا الأمر، يعني رغبات إقليمية، وهي التي فجرت نهر البارد وبالتالي دمرته وأنهت واضح المخيم. بس أنا رح زيد على اللي بدك تجاوبه لحازم. هل هالاغتيالات هي لمنع الصراع، يعني الصراع الداخلي اللبناني أن يتحول إلى المخيم يصير فيه انفجار أم لا؟ خليني أوضح المسائل اللي تفضل فيها الأستاذ حازم واللي تفضلتي فيه. بس بدي يحضروا لي منير المقدح. بدي أبلش من الآخر. يعني نهر البارد كان جرس انذار كبير للكل حقيقة، واللي تفضل فيه الأستاذ صحيح. وبالسابق لما هاي التنظيمات كانت موجودة بهيكليتها اللي حكينا عنها، نعم. كان في هيكلية تنظيم جند شام، كان عصبة نور كان في موجود. حلت هاي التنظيمات، تلقت ضربات حقيقة، ضربات أمنية واعتقالات قمنا فيها. احنا على رأس الحرب كانت حركة فتح، القوات العسكرية والأمنية أخذت دورها بشكل كامل. توصلنا فيما بعد لتفاهمات، فككت هاي التنظيمات إن كان جند الشام أو عصبة النور، الأغلب منهم اعتقل والأغلب بأحداث أمنية قتل، أحداث مواجهات ومعارك من 4-5 سنين حتى الآن. هيك بيتحسن المخيم؟ نعم. مش هيك بتحسن. كانت تصير في مواجهات مضطرين عليها حقيقة. كان يصير في مثلا تكون رايحة مجموعة لتعتقل شخص، يصير في اشتباك. هذا الموضوع كنا مضطرين نتعاطى هيك، لأنه الأمن ما بنوصل فيه بالتراضي حقيقة، ما كان في يعني سبيل، لأنه حاولنا الحوار مع هاي المجموعات. عصبة النور كتير، أنا من الناس اللي حاولت أحورهن وقعدت معهن، ممكن ما كانوا يفهموا لغة الحوار. كذلك جند الشام حاولنا نحور. عم بيقول حازم كيف انتم معنيين بتحصين نعم. هالمخيم بأن لا يكون نعم. انفجار. هاي التنظيمات انا بحكي بالسابق. نعم. انا بحكي وين وصلنا من سنة ونص 2 لحتى الان. انا بدي اقارن عين الحلوة اللي عاملين البعبع الكبير، بدي اقارنه باي منطقة ثانيه، اقل جريمة، اقل قتل، اقل سرقة، اقل الى اخره. خليني عم بحكي حقيقة في احداث امنيه يقال انه في احداث امنيه. نعم. مجرمين هن الموجودين بعين الحلوه. وين الحدث الامني اللي صار اذكري لي من سنه حتى الان ملحوظ او ملفت للنظر؟ فيش غير عم نقرا بعض الصحف، الحقيقه ما بعرف منين بيجيبوا مصادرهم، انه دخل على عين الحلوه 100 عنصر من القاعده، او دخل فلان او اكس او زد او سعودي او يمني او الى اخره. هل المخيم هو بؤرة لانفجار ما؟ هذا حكي غير صحيح. هسه باجي وباكد لك هذا الحكي. عندنا استقرار امني ما حدا بيقدر ينكره. في عندنا لجنه متابعه، عندنا لجنه امنيه، عندنا كفاح مسلح، في التفاف شعبي غير مسبوق، التفاف شعبي غير مسبوق على الموضوع الحفاظ على الامن واستقرار. خلينا نسمع ماذا قال منير المقدح عن هذا الموضوع تحديدا عن الحلو. بالتحديد نشوف شو قال منير المقدح. ونحن لدينا قرار كل القوى الوطنية والإسلامية، من لا يحمل أجندة فلسطينية غير مرغوب بوجوده بأي مخيم. وقت بيقول هيك سمعت الشيخ شو يعني؟ الآن انه لا يحمل اجنده فلسطينيه، شو يعني؟ يعني قصده انه الاشخاص اللي جايين من خارج المخيم ليسوا من المخيم وليسوا من ضمن التنظيمات الموجوده والمعترف فيها، يعني تنظيمات يعني يا بنسلمهم يا بنغتالهم. لا لا ليس معناه هذا الكلام. انا اريد ان اضيف نعم واؤكد على الفكره. عصبه النور هذه التي كانت موجوده هي عباره عن فرد او فردين، ما نقول انه تنظيمات او تشكيلات. هذا لازم يهديك كتابه حازم. هذا اجرام. حازم اذا اهداني كتابه على الرحب والسعه نعم. وفعلا صديق، ولكن انا ساكن في المخيم واعرف المخيم تماما واعرف ماذا يوجد. في شخص تم اغتياله اللي هو عبد الله الشريدي مسؤول عصبه النور، وانتهت عصبه النور، وكل مخيم يعرف هذه الحقيقه. هلا في عصبه الانصار يعرف الحقيقه. عصبه الانصار موجوده. هل اجندتها عصبه الانصار موجوده وهم من ابناء المخيم، وهم مقبولون لدى المخيم ومقبولون لدى الجوار ومقبولون لدى الجيش اللبناني ومقبولون لدى كل الناس. يعني عصبه الانصار ومقبولون لدى حركه فتح حتى.
يعني مقبولون لدى كل القوى، هم ضمن نسيج المخيم الداخلي وضمن لجنة المتابعة. نحن حكينا حابين يكون في حدا منهم، ولكن لآخر لحظة يعني رفضوا. أنا مصر إنه جندي الشام ما في شيء اسمه جندي الشام أفراد. هاي الأفراد يعني إذا واحد راح عمل وسمى جندي الشام صار في تنظيم، صار في هيكلية، ماذا فعلوا؟ ماذا صنعوا؟ أين ارتباطاتهم؟ أين مقراتهم؟ بيسلمون للدولة اللبنانية؟ وين مقراتهم؟ الأغلب غاندي السحمراني ليه مش متسلم للدولة اللبنانية؟ الأغلب بتسلم. أنا بنقول عن غاندي عفوا، غاندي السحمراني اتورع على الأنظار، والأغلب في نسبة كبيرة منهم كمان غادرت البلد. معلش أمن المخيمات نعم. بيصير بالتنسيق مع المخابرات الجيش؟ أي طبعا احنا بشكل يومي هناك تنسيق وهناك تعاون الى ابعد الحدود مع مخابرات الجيش والجيش اللبناني، وهناك بنقاطع معلوماتنا مع بعض في حال كان في اي خرق عندنا او ببلغونا باي معلومه عن اي شخص، بنتابع اي معلومه بنلحقها حتى ننهيها. نرجع على مقابله شحاده جوهر اذا كانت جاهزه بالرجاء قولوا من برنامج صناعه الموت على قناه العربيه، يتكلم عن السلاح في المخيمات. إلى من تنتمي؟ إلى عصبة الأنصار، لماذا تركت العصبة؟ والله يعني شغلات إدارية نقول يعني بس يعني صارت هيك مشاكل إدارية، مشاكل تنظيمية، يعني ليست عقائدية ولا يعني مش بالعقيدة، يعني خلاف تنظيمي وليس خلاف عقائدي. هل شكلت تنظيم خاص؟ لا ما شرعا ما بصح إن أنا، لأنه العصبة هي الأقرب إلى الحق. إذا بدي أترك العصبة وأعمل يعني عمل ثاني أو أنتمي إلى عمل ثاني، هذا يكون العمل أقرب إلى الحق من العصبة، فهي العصبة الأقرب إلى الحق. فما شرعا ما بصح لي أنا أشق عصا المسلمين وأعمل تنظيم لإلي. شو بتعمل بعين الحلوة؟ شو بتشتغل؟ يعني تجارة سلاح. تشتغل تاجر سلاح؟ عادي، مش حرام يعني فيها شيء. أين؟ داخل مخيم عين الحلوة أو خارج المخيم؟ لا، من عين الحلوة، من عين الحلوة لبرا، ومن برا لعين الحلوة. تاجر سلاح من إلى شو يعني؟ يعني يمكن كلامه ايضا ليس دقيقا الان كل شيء بصير هو عم بيقول انه تاجر سلاح. شو تاجر سلاح؟ ببيع مدافع، ببيع رجمات، شو بعرفني شو بيبيع؟ قال تاجر سلاح. اذا ببيع من حبه او مسدس صار تاجر سلاح، يعني معروف بمخيم عين الحلوه. اسالي كل المخيم بيقولوا لك شحاده جوهر ليس تاجر سلاح، ليس تاجر سلاح. اذا اخذ مثلا قطعه خفيفه ونقلها من واحد يعني تغطيه على، بده يقول له شو بده، من اين ياتي بالمال؟ بيع كلاشين، بيع متفجرات، هيدا سلاح. انا ما اعتقد انه شحاده جوهر تاجر سلاح، ومخيم عين الحلوه يعلم انه ليس تاجر سلاح، وما في تجار سلاح داخل المخيم. السلاح الموجود في المخيم هو السلاح المتفق عليه، هذا السلاح اللي كان موجود سابقا وهو المتفق عليه، المخيم لم يتدفق اليه. ليش بدي اقول انا تاجر سلاح على شاشه يعني شاشه العربيه؟ هو سالته ماذا تعمل؟ شو بتشتغل؟ يعني من اين تاتي بالمال؟ فلا تاجر سلاح، يعني هو واعطى لنفسه صفه يعني بانه تاجر. هو المقصود نعم معه مثلا قطعه مسدس. المقصود انه مصدر عيشه من وين؟ قال يعني طلعت معه انه ببيع بارودي من شو طلعت معه تاجر سلاح من الى؟ لانه نحن بنعرفه يعني ليس تاجر سلاح. شحادي معروف كان، يعني معروف انه يعني معروف شحادي كان بعصبة الأنصار. بعد ما طلع من عصبة الأنصار حقيقة هذا الحكي اللي حكاه حقيقة بموضوع مصدر عيشه، طلعت معه انه انا كنت ابيع مسدس. اذا باع مسدس ولا بارودي بتخصه يعني انا مش عارفه كيف واحد بيطلع معه انه يكون تجاري. انا سؤالي كل اللبنانيين يعني هذا مش موضوع، كل اللبنانيين متفقين نعم انه سلاح خارج المخيمات لازم له حل، نعم، بس مش متفقين على السلاح داخل المخيم. نعم. لا ليش؟ داخل المخيمات نعم ماشي. طاولة الحوار على خارج المخيمات كان في اتفاق واضح. نعم ما فيه. ليش داخل المخيمات؟ لحصن يعني تحصين المخيم. نعم. لماذا لا تتحدثون عن السلاح داخل المخيمات؟ ان كان هو اذا هو مش تاجر في غيره تاجر. السلاح داخل المخيمات مطلوب ضبطه، وانضبط السلاح داخل المخيمات. انا باكد لك انه انضبط داخل المخيمات. ودليل على هيك من سنه راس السنه كنا نشوف بعض المناطق بلبنان بصير فيها اطلاق نار. ما بصير متفجرات عندكم يعني مش ضروري. اتحدى بعين الحلوه بتطلع طلقه نار واحده. حازم شو رايك بموضوع السلاح؟ يعني هو طبعا يعني او يعني
أحسن للفلسطينيين وأسلم للفلسطينيين ولسكان المخيمات أنه تكون المخيمات منزوعة السلاح. وهناك تجربة الآن تجري، هي تجربة المخيم نهر البارد، ولا يبدو أنه لإلي أن التجربة رح تكون صحيحة، لأنه هناك عقبات كثيرة تحول دون تعاطي الدولة اللبنانية بموضوع مخيم إلى علاقة بقوانين العمل. يعني قد أنا رأيي الملف الفلسطيني لازم يعالج كله من قانون العمل، يعني الحقوق المدنية والسلاح لحق الوجود. نعم، لأنه هلأ هناك عقبات تحول دون إنشاء نموذج مخيم نموذجي تحت سلطة الدولة اللبنانية، لأن الدولة اللبنانية إذا كانت موجودة بالمخيم قد تمنع الفلسطينيين من العمل داخل المخيم، لأن القانون اللبناني هيك. وهناك عقبات أخرى إلى علاقة بالبناء، إلى علاقة وخصوصا أنه عملية البناء بالمخيم مش ممكن إخضاعها لقوانين البناء اللبنانية، وبنفس الوقت الحاجة للبناء رح تكون قائمة، لأن المخيم عم بيزيد والعائلات عم تكبر والناس عم تتزوج يعني المسألة مرتبطة ومعقدة. ولكن أكيد أنه مخيمات خالية من السلاح تكون لمصلحة السكان الفلسطينيين من دون شك. نعم. هذا السلاح الموجود هلأ سلاح هناك فوضى، على رغم وجود يعني حركة فتح وهي التنظيم الأكبر بمخيم عين الحلوة وبمعظم مخيمات لبنان، ولكن يبقى هناك ثغرات كبيرة لجهة امتلاك أطراف أخرى أسلحة، ولا يمكن يعني ضبط احتمالات توظيف هنا. واضح. يعني حازم عم بيقول انه صحيح لازم نعالج الموضوع مثل ما انتم بتقولوا حركة فتح، صحيح. موضوع الحقوق المدنية مع السلاح داخل المخيمات، ولكن طبعا المخيمات من دون سلاح هي ضمانة أكثر لأهل المخيم. رح نتوقف لحظات ونرجع لحديثنا إذا بتسمح. نعود إلى الفقرة الأخيرة من برنامج استوديو بيروت، وهذه الحلقة عن أمن المخيمات الفلسطينية. ولكن قبل ما كمل النقاش مع ضيوف الكرام، ماذا حصل في لبنان سنة 2010، أو خلينا نقول أهم الأحداث اللي صارت على الساحة اللبنانية؟ محاولة تعطيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مع قرب صدور القرار الظني من خلال ملفي الاتصالات وشهود الزور. في 30 من شهر تموز يوليو زار العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد بيروت لعقد قمة ثلاثية مع الرئيس اللبناني ميشيل سليمان للبحث في حل الأزمة اللبنانية والمخارج الممكنة عند صدور القرار الاتهامي والحفاظ على استقرار لبنان. في 13 من تشرين الأول أكتوبر زار الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد لبنان في زيارة وصفت بالاستفزازية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، وقد استقبل بحشود كبيرة في ضاحية بيروت الجنوبية والجنوب اللبناني المنطقة الحدودية مع إسرائيل. في 24 من تشرين الثاني نوفمبر قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بزيارة لبنان، وقد استقبلته الحشود في شمالي لبنان المنطقة الحدودية مع سوريا. في 25 من كانون الثاني يناير سقطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية قبالة الشاطئ اللبناني بعيد انطلاقها من مطار بيروت، مسفرة عن مقتل 90 راكبا كانوا على متنها، وما زال لبنان والعالم ينتظر نتائج التحقيق. في 3 من آب أغسطس وقعت اشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، هي الأولى من نوعها بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، أسفرت عن مقتل 3 جنود لبنانيين وضابط إسرائيلي. الحقيقة ما بقى معي وقت كبير للنقاش، بس أنا بدي أفتح ملف أو سؤال عن موضوع الخبر اللي صدر بالفيغارو وبالأوبزرفر بأنه هناك حوالي 20 عنصر من فتح الإسلام وجند الشام هربوا إلى أوروبا لينقلوا عمليات القاعدة من أفغانستان وباكستان والعراق إلى الدول الأوروبية. أنتم بفتح ما نكرتوها، بل أعطيتوا تلك المعلومة أنه صحيح في ناس هربت وقلتوا راحوا من اليونان الوكالة الفرنسية أنا اللي صرحتها وبغيتها أنت اللي صرحتها. شو هالمعلومة هاي؟
مزبوطة. هاي المعلومة من قبل عام تقريبا، سنة وشهرين. بعض الأشخاص اللي كانوا ينتموا لتنظيم فتح الإسلام ولجند الشام اللي حلوا وبأكد كلام الشيخ إنه ما بقى في كانوا موجودين بمخيم عين الحلوة. لهاي التنظيمات كانوا موجودين بمخيم الطوارئ تحديدا، بعين الحلوة، بمخيم الطوارئ المحاذي لمخيم عين الحلوة. مين هربوا؟ هاي منطقة حتى نعطي صورة عنها لنقدر ندخل على المخيم. نعم. نحن كنا حابين نعمل هالحلقة بعين نعم. الحلوة، ولكن الإذن من الجيش اجى شوي مأخر. نعم. ما في حدا يدخل على هالمخيم بلا كل هالأمن اللي موجود. كيف هال20 عنصر خرجوا من المخيم؟ شوفي، موضوع الدخول والخروج في وسائل كتير. في عندنا بعض المعطيات وبعض المعلومات، في باسبورات مزورة، في هويات مزورة ممكن نجيبها من برا. يعني طلعوا على اليونان ومعروف أصبح مش سر، يعني باليونان ممكن ب 3000 دولار ب 2000 أورو بتقدر تجيبي أي باسبور أي جنسية وتطلع فيها تسافري على أي دولة بدك إياها بالعالم، ما في مشكلة يعني. وهذا موجود، وهي التسهيلات موجودة. هذا بيعني إنه في قاعدة، يعني هول القاعدة استوعبتهم مش لهالشباب. نحن ما بنقول في قاعدة، ما بنأكد. يمكن هدول أشخاص طلعوا يعني مطلوبين بأحداث أمنية. شو تفسيرك سمعت على هيدا الخبر وقديش خطر؟ أول شيء في هواية حقيقة كبيرة كتير إنه نكبر الأعداد. 20 منهم ال20 ما في يعني الصحف الأجنبية قالت 20 لينو عطاهم الخبر. هناك هواية لتكبير الأمور. مش استديو بيروت. في أفراد، برجع بقول فعلا في أفراد خرجوا، مش طلعوا مع بعض. في أفراد خرجوا بوسائل وطرق مختلفة مثل ما خبرك اللينو، وخرجوا من المخيم. ولكن خرجوا، أنا أعرف من هؤلاء الأفراد من خرج من شان لقمة العيش، لم يخرج من أجل أهداف تنظيمية أو أهداف القاعدة أو ما شابه. وإذا شفتي رحتي على الدنمارك أو ما شابه، بعض الأفراد هذا موضوع آخر. بعض الأفراد احنا عم نحكي هول اللي هن كانوا بالتيارات لا لم يخرجوا لأي من هذه. لماذا نقول أنهم خرجوا من أجل أهداف للقاعدة؟ ليه ما بنقول خرجوا عشان لقمة العيش، عشان الحياة الكريمة، عشان أي شيء آخر؟ ليه بدنا نضل دائما نحط الشبهات حول هؤلاء الأفراد؟ هؤلاء أفراد منهم يعني نحن نخطئهم في طريقة تعاطيهم في المجتمع المسلم، ولكن منهم من هو الملتزم بدينه، ملتزم بتعليم الإسلام. وهذا الالتزام بتعليم الإسلام لا نريد دائما أن نضع شبهات حول الإسلام وشبهات حول الالتزام بتعليم الإسلام. لماذا؟ يعني لمصلحة من دائما تكبر هذه القضايا وتضع شبهات حولها؟ هذول الأفراد نحن أعلم بهم، هذول خرجوا، كانوا منهم من يصلي معنا في المساجد وموجود معنا بالمخيمات من أجل لقمة العيش، بده يعيشوا حياة كريمة. تبين لهم أنه من الصعب أن يعيشوا ضمن الظروف الموجودة في لبنان، وبالتالي خرجوا. لا يوجد لهم مكان في مخيم عين الحلوة. حتى مخيم عين الحلوة كل واحد موجود في بيته، لا يخرج، لا يستطيع أن يذهب إلى السوق، إلى أي مكان، يذهب إلى أوروبا ويبدأ حياة جديدة، يفتح حياة جديدة. ونحن بس هي الصحف الأجنبية اللي حكيت عنه يا سماح، ماذا تكلمت عنه الصحف الأجنبية؟ الصحف الأجنبية تتكلم أشياء كثيرة اليوم، أنت عارفة ماذا تتكلم الصحف الأجنبية. يعني كل ما تقوله الصحف الأجنبية هو صحيح. نريد أن نراقب حركة هؤلاء، نريد أن نراقب أهداف هؤلاء. خليني أسأل حازم، يعني هل هيدا الخبر أخاف اللي التقرير اللي قريب بالفيجارو أو بالأوبزيرفر؟ يعني مرة أخرى الشيخ علي عم يتهمنا بشيطنة هالجماعات أو هالأفراد. لا مش الإعلام أنت، الإعلام إلا أنت يا حازم. أنا الإعلام مش أنا وأنت، غير ناس. مش نحن أولا، حتى في إعلام ملتزم، في إعلام الفيجارو. نعم. حتى خبر الفيجارو هو عم بيقول مالبرينو اللي عامل الخبر انه هي مصادر امنيه اوروبيه. وقت الفيجارو بتقول مصادر امنيه اوروبيه تعني انه في مصادر امنيه اوروبيه، وتم تاكيد هذه المعلومات من مصادر بالمخيم، من بين الاخ لينو اللي قاعد معنا هلا. وجود افراد غير فلسطينيين في مخيم عين الحلوة أمر تم إثباته عبر مقتل عدد منهم، ومن بينهم هذا الشخص اللي انقتل على أمام الحاجز الجيش اللبناني، وإلى الآن مش معروفة جنسيته شو هي. منشان هيك أنا عم أقول أنه المخيم، يعني القاعدة إذا قلنا مش موجودة أكيد، إنما وجود فرصة أو وجود مكان أو ملاذ آمن لها، وعندما تشعر أنه هذا الملاذ موجود لن تتأخر بالوصول يا شيخ علي. ومنشان هيك مسؤولية فعاليات المخيم، سواء
الإسلامية أو السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بحركة فتح مسؤولية مضاعفة هون، لأنه إمكانية وصول هول المجموعات، وسبق أن وصل هاي المجموعات بعد نهر البارد، بعد أحداث نهر البارد وصل بحسب تأكيدات مصادر أمنية بالمخيم، وبحسب تأكيدات مصادر أمنية لبنانية، وبحسب وقائع حصلت. ومنشان هيك نحن عم نقول إنه هول الناس تركوا المخيم، يعني إن شاء الله يكونوا تركوه من قبيل إقفال هذا الملف، ولكن وأنا أشعر أنه هذا حصل، وأيضا أشعر أنه مقتل سحمراني يأتي في سياق تصفية هذا الملف بمخيم عين الحلوة، ملف منطقة الطوارئ وملف هذه المجموعات. وأتمنى على فتح يعني الاستمرار ب يعني خلق حصانات تمنع من توظيف المخيم بصراعات أكبر منه. وهذا يعني قلت لك أمر لمسته أصلا نعم. مؤخرا لدى عدد من الفعاليات. أنا معي نص دقيقة لينو، هل نعم. بتطمن حازم بأنه ما بقى المخيم عين الحلوة هو بؤرة لانفجار ما في صراع داخلي لبناني أو صراع إقليمي؟ أكيد أنا بطمن الجميع، هناك ضماني، وبأكد دائما احنا في عنا شراكة أشبه بشراكة ملتفة حقيقة عليها طوق والتفاف جماهيري حاضن. والجيش اللبناني حاضن نعم بالتواصل طبعا اللبناني. احنا بنقول بالتواصل دائم مع الجيش اللبناني، مع مخابرات الجيش لضمن واستقرار مخيماتنا، وتحديدا مخيم عين حلوة. بس كان بدي كم ثانية بموضوع الأشخاص اللي طلعوا من نعم. مخيم عين الحلوة أو من منطقة الطوارئ بالتحديد. حقيقة من فترة 20 يوم اتسلم 5 أشخاص من صوفيا تحديدا من بلغاريا للحكومة اللبنانية. شو جنسيتهم؟ منهم يوسف كايت، في منهم لبنانية وفي منهم فلسطينية، قايمين بجرائم فردية، كانوا منتميين لبعض التنظيمات مثل جند الشام وفتح الإسلام، وتم تسليمهم للدولة اللبنانية. بس هذا ما بيثبت انهم رايحين يعملوا عمليات. لا ما بيثبت. هذا هو المقصود. ما بيثبت. انا ببادر الشيخ بهذا، ما باكد، لانه احنا ما بنزت اشاعات ولا عندنا تخمينات، احنا مهنيين بنشتغل بالملموس. لينو شكرا، الشيخ علي يوسف شكرا، حازم الامين شكرا، ينعاد عليكم، شكرا لوفائكم، والى اللقاء الاسبوع المقبل.